السلام عليكم. حصرت ودهشة الإعلام الجزائري بعد فوز المنتخب المغربي على منتخب مالي وتأهله إلى المباراة النهائية في كأس الأمم الإفريقية بالجزائر. شاهد ماذا قالوا. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وسعيد بفوز المنتخب المغربي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد فوز المنتخب المغربي على المنتخب المالي في قبل نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، ليضرب موعدا مع المنتخب السنغالي في نهائي بطولة إفريقيا الذي فاز بركلات الجزاء على منتخب بوركينا فاسو. فقد تفاعل الإعلام الجزائري مع فوز المنتخب المغربي، وهنبدأ بالمحلل الجزائري علي بن شيخ الذي أدلى بتصريحات للإذاعة الجزائرية وقال: فتيان المغرب رفعوا رؤوس العرب في بطولة إفريقيا بالجزائر، وأعتقد أن صغار المغرب هم من سيتوجون بلقب هذه البطولة، وخاصة أن المنتخب السنغالي فاز بشق الأنفس على منتخب بوركينا فاسو بركلات الجزاء، وهذا دافع جيد لأبناء المغرب أن يفوزوا بهذه البطولة. وأنا كجزائري سوف أرتدي قميص المنتخب المغربي وسأحضر هذه المباراة النهائية دعما لهؤلاء الصغار المغاربة، وهم يستحقون هذا الدعم بما فعلوه في هذه البطولة، على عكس المنتخب الجزائري الذي كسر قلوب الجزائريين وانهزم بثلاثية نظيفة أمام المنتخب المغربي. بينما صرح المعلق الجزائري حفيظ دراجي وأدلى بتصريحات لقنوات الدوري والكأس القطرية وقال: منتخب المغرب للفتيان منتخب قوي جدا، وهذا المنتخب الوحيد الذي لفت انتباهي في هذه البطولة، وبالرغم أن هناك الكثير يتغنى بالمنتخب السنغالي، ولكن المنتخب المغربي لديه العديد من المهارات التي تصنع الفارق، وهذا ما شاهدنا أمام المنتخب الجزائري وأمام المنتخب المالي في مباراة اليوم. فأنا كنت أتمنى أن الروح القتالية التي يلعب بها صغار المغرب تنتقل إلى صغار الجزائر الذين يفتقدوا الروح القتالية أمام المنتخب المغربي، وتم إقصاءنا بطريقة مذلة أمام المنتخب المغربي. ولكن أنا كجزائري أتمنى فوز المنتخب المغربي على المنتخب السنغالي ورفع لقب هذه البطولة في الجزائر، ولكن هذا سيكون قاسي بعض الأمر على قلوب الجزائريين، ولكن علينا أن نتقبل ذلك. بينما صرح أسطورة المنتخب الجزائري رفيق حليش وأدلى بتصريحات نقلتها الإذاعة الجزائرية وقال: لقد أثار إعجابي صغار المنتخب المغربي الذين فعلوا المستحيل في هذه البطولة وتأهلوا إلى المباراة النهائية بتأهل مستحق، وفازوا على كبار القارة الإفريقية مثل المنتخب النيجيري والمنتخب الجزائري، واليوم ينهوا على مسيرة المنتخب المالي. فصغار المغرب لديهم عزيمة لم أشاهدها في أي منتخب آخر في هذه البطولة، وهذا الذي يميز المنتخب المغربي عن باقي منتخبات البطولة، وأتمنى فوزهم باللقب لأنهم يستحقون ذلك. بينما صرح أسطورة المنتخب الجزائري رفيق صيفي وقال: علينا في الجزائر أن نتعلم الدرس من هؤلاء الصغار المغاربة الذين أثبتوا أن الكرة المغربية في تطور مستمر على عكس الكرة الجزائرية التي انهارت في الآونة الأخيرة. فنحن خرجنا من جميع البطولات التي شاركنا فيها وحتى التي نظمناها على أرضنا مثل الشان وهذه البطولة أيضا، فهناك أزمة حقيقية تعيشها الكرة الجزائرية بينما نشاهد مدى التطور المبهر في الكرة المغربية، وشاهدنا ماذا فعلوا في كأس العالم، واليوم صغار المغرب يتأهلوا إلى نهائي البطولة. فيجب علينا كجزائريين أن ننظر إلى المغاربة ونتعلم منهم، وهذا ليس عيب. وفي النهاية، لو أنت محب الفوز المنتخب المغربي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصل لكم جديدنا.